مشترواتي من حاره اليهود، عايزكم تاخدوا بالكم من المحل ده المتميز. بصوا اهو، حاره اليهود درب الكتاب بجوار مسجد الصدقه، ودي ارقام التليفونات لو عايزينها بتاعته اهو. اهو ده رقم التليفون بتاعه. المحل ده عنده حاجات حلوه، انا بجيب لكم المشتروات بتاعتي منه في السلسله دي، واللي جبته من عنده اشكال جميله جدا بتاعت الدلايات. عنده تشكيله جامده، الواحد واقف 8 جنيه 96 جنيه الدسته، وساعات يبقى 100. هي عم بص الاشكال، عنده حاجات متميزه. بس انا اللي جبته من عنده المره دي في سلسله مشترواتي الدلايات. عنده السلاسل دي بسم الله ما شاء الله. بص كده معايا على اشكال، دور على المدور وعلى الشمس ده بالذات، ما بلاقيش منه كميه كتير. السلاسل ظهر الحيه دي اللي فيها دلايه زي كده، دي عامله 22 جنيه ونص، ومحدش بيجيبها غير المحل المتميز اللي انا قلت لكم عليه. الحاجات دي تحف وكنوز، بيتباع ب50 و60 و70. اسمع مني، بديك تحف وكنوز. بص الاشكال واشتغل بقى الحاجات دي تظبط محل. سلسله دار الحيه زي دي معروفه، اسمها سلسله دار الحيه، عامله 20 جنيه عنده، عامله 20 جنيه عنده. بص بقى التحف اللي الناس مستهتره بيها، يعني عندي بطرس وعند الحاج جمال، عندي كذا واحد. بطرس مشهور نار على علم، ده في حاره اليهود معروف بطرس، وجبت لكم عنوانه بالتفصيل قبل كده، لو عايزين اجيبه لكم. حاجات زي كده بتبقى عامله ايه؟ الواحد السلسله عامله 4 جنيه ب 48 الدسته. بص عند بطرس، شايفين السلسله الفخمه دي، الجمجمه والحاجات اللي بتتباع غاليه دي عنده الدسته ب 55 جنيه في بطرس. يا جماعه ب 55 جنيه، يعني ايه تاني؟ الناس بتكسب مكاسب، بيع بما يرضي الله. دي ب 75 جنيه. بص كده التوينز دي، بص ب 75 جنيه. الحاجات دي في كذا محل، وعند بطرس ب 20 جنيه، عند بطرس ب 18، واي محل تاني ب 20. بص اشكال الحلقان دي، ودي الخواتم الماس المحير هتلاقيها ب 55. الاشكال اللي عليها الاسد زي كده، حاجات تحف. ما تستهتروش بالحاجات دي، ما تستهتروش باي حاجه من الحاجات دي اهي. بص والسلاسل دي برضو 48 التعبان، ركز معايا 48. بص بتتباع، انا ببيع بما يرضي الله، اللي عايز يبيع بقى ويكسب. وفي اشكال تانية في اللعب بديك خلفيه كده عن الفيديوهات الجايه باذن الله. ورجاء عمل لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.